السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب ميرو عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. بصوا النهارده الفيديو مختلف وتحفة وحلو واقتصادي جدا جدا جدا. انزلوا حطوا لايك للفيديو واشتركوا مع السفيرة أميرة لو لسه مش مشتركين، وتعالى اقول لكم لما بيبقى عندي موز ويستوي والاقي الكمية كده عندي والولاد غدرانين مش عايزين ياكلوا او زهقوا منه، او استوى الموز البلدي ابو نقطة سودا ده مالوش روح قوي، حتى لو في الشتاء برضو بتلاقيه استوى كده. تعالي النهارده نعمل منه صنف حلو. بصوا، لا فرن ولا بيض ولا اي تكاليف خالص، صنف بتاع الكافيهات اللي بنروح له الكافيه مخصوص علشان ناكله من هناك. الكريب الحلو اللي بالنوتيلا والموز الخطير التحفة الرهيب. بصوا السهل اللي ممكن تقفي تعمليه في 5 دقايق، حتى لو جالك ضيوف على الغفلة ما عندكيش حاجة تضيفيهم بيها. اجري هاتي الموز وهاتي كوباية دقيق وتعالوا نشوف مع بعض عملنا الجمال ده ازاي. يلا بس نصلي على ايه، نسمي الله ونصلي على اشرف خلق الله. ومعايا هنا موزة واحدة بس، كوباية دقيق واحدة بس، كوباية حليب واحدة بس، واحدة 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 موزة، كوباية حليب، كوباية دقيق، 3 معالق من السكر، ومعلقتين من الكاكاو الخام. بص مفيش اسهل من كده مقادير للصنف الغالي ده اللي اللي بنروح الكافيهات حقيقي حقيقي علشان يتقدم لنا بالطريقة دي بمبلغ وقدره. في الخلاط الحلو بتاعي ده هنزل بكل المقادير دي: 3 معالق السكر على الكاكاو على الموزة على كوباية اللبن على كوباية الدقيق. طبعا تقدري تكتري في المقادير زي ما انت عاوزة، لكن شوفي معايا لاخر الفيديو المقادير البسيطة دي هتعمل لنا كام كريباية تعزمي عليها عيلة، تعزمي عليها اصحابك وولادك وجوزك وبصوا مش قادرة اقول لكم هنطلع كمية عاملة ازاي. هنضرب ضرب كويس جدا جدا في الخلاط، وانا بعد ما ضربت شويه ونزلت الجوانب والاطراف بالمعلقه كده كل الدقيق والكاكاو عشان كل المواد تختلط مع بعضها، حسيت شويه وانا طالعه بالمعلقه ان القوام بصوا تقيل سيكه كده. تمام، رحت جايبه ربع كوبايه من الحليب، ما اخدتش منها غير بق معلقه، يعني كوبايه لبن ومعلقه. بصوا زودت يا دوب حبه، بقول لكم بصوا ربع الكوبايه اخدت منها ربعها، ربع الكوبايه اخدت منها معلقه. خففت شويه بيها القوام، ورغم اني متاكده كويس جدا ان هو مضروب وناعم قوي 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 في الخلاط بتاعي، ضرب مبرح يعني، الا برضو رحت ايه علشان اقطع الشك باليقين جايبه المصفى ومصفياه علشان اي شوائب اي كتل او اي حاجه اخد خليط كريمي. وبصوا ده قوامه، انا محتاجه القوام ده، انا لا عايزاه خفيف ميه ولا تقيل قافش، انا عايزاه قوامه معتدل كده. خلاص معايا بقى ايه هنا طاسه تيفال على النار، واول مره بس اللي هحط نقطه زيت كبيره، رغم اني عارفه ان الطاسه دي مش هتلزق، بس انا برضو يعني ايه كي يطمئن قلبي عايزه برضو اطلع حاجه شغل عالي يعني. رحت حاطه مسحه زيت كده خفيفه بالسباتيولا. لما الطاسه تسخن هدي النار بقى، يعني انا حطيت الطاسه على نار متوسطه او عاليه نوعا ما. اول ما سخنت وانا بحط كده مسحه الزيت في الطاسه، رحت مهديه اول ما نزلت الكريب بالكبشه كده المدوره دي. ما تحاوليش تخليه ولا تخين ولا رفيع، انت بمجرد نظره عينك كده هتعرفي القوام الحلو المثالي للكريبايه بتاعتك ايه. يعني انا بعد ما عملت اول واحده دي مغرفه كامله يعني كبشه كامله، مليت المغرفه يعني ونزلت بيها حسيت ان هي تخينه، فاول واحده طلعت كبيره ومحترمه وتخينه كده دي من نصيب جوزي حبيبي. خلاص، علشان بس نبقى متفقين الكبيره بقى الواظه الحلوه دي، وهتوصله بقى كمان بالحشو بتاعها وهظبطها له اخر تظبيط عشان اوري له انا بقى ولا الكافيهات بوفر له. خلاص، دي تقيله ومحمله وما شاء الله طلعت تخينه. الباقيين بقى فعشان كده بقول لك السمك على حسب ما انت عايزه. بصوا حطيت بقى ايه نقطه بسيطه، نص الكميه اللي حطيتها، يعني لو حطيت نقطه في الاول لا حطيت هنا نص نقطه من الزيت، ومسحت برضو بالسباتيولا وحطيت نص مغرفه بقى، ووزعت الكميه على الطاسه بتاعتي. واول ما تلاقي الحروف بتاعتك نشفت واللون بتاع الكريباه نفسه اتغير، خلاص على طول بتقلبي، لان طبعا ده فيه كاكاو شوكليت يعني، فمش هيبقى باين معاكي زي الكريب اللي بالفانيليا، اللي هو الدقيق بتاعه بيبقى ابيض فبتبقي شايفه السوى عن كده. لكن انت اول ما تلاقي زي ما بنعمل عجينه القطايف كده، مش اول ما بنلاقيها نشفت من الحروف وخرمت كده على طول بنعرف ان هي استوت على طول، هو نفس الطريقه بالظبط.
اول ما تلاقي الكريب بتاعك من الحروف استوى كده، يعني غير لونه ومن جوه لسه هو بيفضل يغمق 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 لغايه ما ياخد اللون بتاع الكاكاو كده. شايفين هش ومخرم وتحس ان كده محمل وجميل ازاي. يلا بسم الله، بص هو لسه مدخن ازاي. ده الهدف بقى من انك تغطيه على طول واحده فوق واحده بفوطه. بس انا قلت عشان ما يعرقش ويعجن مني هشيله بقى يتهوى شويه علشان نبدا بقى ايه نشغله او نحشيه. عملوا معايا كوبايه الدقيق دي وكوبايه الحليب والمزايا، عملوا 7 كريبات ومقاسهم محترم جدا حلوين جدا. شايفين كانك بتطبقي منديل كلينكس. خطير خطير، وصفة ناجحة مليون المية. لا من غير بيض بقى اهو، ولا البيض غالي الكرتونة ب100 جنيه ولا يحزنون. وصفة حاجة حلوة ببلاش الا ربع. ببلاش الا ربع، خطيرة. الحشوات بقى هنا ما اقدرش اقول لك الحشو هنا زي ما انت عايزه. ليه بقى؟ لان عجينه الكريب بتاعتنا معموله من الموز، يعني واخده طعم الموز والش الكاكاو. فما ينفعش بقى اروح احشيها حاجه تانية تبقى دونت ميكس. لا، هو الموز مع النوتيلا او الشوكليت بيعمل ميكس ابن لذينه. لازم بقى تحشيه يا شوكولاته، يا انا هنا عندي نوتيلا اللي هي الشوكولاته القابله للدهن دي. استعملي اي نوع، لو النوتيلا غاليه عليكي هاتي اي نوع. في نوع اسمه سما حلو جدا. النوع اللي معايا ده اسمه توب فاليو. الجردل ده كبير حلو، فيه كيلو او 900 جرام. مش عارفه كنت جايباه ب70 جنيه ولا ايه، وبيقعد عندي ياما جدا، بيقعد كتير قوي قوي. حلو حلو حلو. وبيشتغل معايا في شغل الحلويات ده منتهى الجمال، ما قالش لا. وطعم طعامه مش قادره اقول لكم خطير. حشيت بقى كده نوتيلا، وكمان حشية موز. هي حشوة النوتيلا بالموز بالكريب الخطير ده. بنروح نقعد على الكافي بندفع لنا بال300 وال400 جنيه، لان طبعا الكافي بيحسب عليكي ضرايب وخدمة وما اعرفش ايه وقادرة ابصر ايه ومدرك ايه. طب وعلى ايه؟ الموضوع كله ما كلفناش الا موزايه وكوب دقيق وكوب حليب. حتى لو الحاجات دي مش متوفرة في البيت واشتريتيها مخصوص للوصفة، برضو هتاكليها بنص او بربع تمنها من بره. خطير، مش قادرة أوصف لكم. أنتِ لو عندِك هموم السنين وكلتِ لِك كريباية من دي وشربتِ فنجان قهوة، عملتِ دماغ سلطنة يعني، تحفة. عملوا معايا 7 حطيتهم في سيرفيس التقديم كده. عندِك بقى شوكولاتة اللي هي السايحة دي. عندِك نوتيلا. أنا طبعًا سيّحت شوية نوتيلا في الميكروويف كده وحطيتهم في كيس حلواني، وفضلت رايحة جاية بقى كده ادّيت طعم إن هو ليلة نوتيلا في نوتيلا بصراحة. هو ما ينفعش يتاكل إلا كده، غرقان موز وغرقان شوكولا وغرقان نوتيلا، وهو أصلًا معمول بالمعجون بالكاكاو وليلتنا فُل. حلوة جدًا. كفاية عليكِ واحدة منه يعني. كفاية عليكِ واحدة منه. بس حقيقي والله قسمًا بربي أنا كلت واحدة والتانية، لإنه فعلًا خطير، خطير، خطير. زوّقت كده الوش بشرايح الموز. عندي هنا شوية بندق مجروش. زوّقي بالإمكانيات اللي عندِك. عندِك أنتِ ما عندكيش بندق، عندِك شوية سوداني، اعمليهم نُص قرشة كده نُص جرشة كده يعني في الكبة. وزيّني والتزيين أنتِ حتى لو ما زينتيش حاجة، لو ما زينتيش من الوش نوتيلا ولا بندق ولا لوزدق ولا أي حاجة، صدقيني هتاخدي طعم خرافي من جوّه. شايفين الجمال؟ يا خبر أبيض! هنا بقى اللي نقدر نقول الله عليك يا سيدي. خطير. والله، والله لازم تجربوه. هتفرحوا وولادكم هيفرحوا بجد من جماله ومن طعمه طعمه كده حاجة فوق الخيال، حاجة فوق الوصف. كلنا عارفين الوصفات اللي بالنوتيلا والشوكولاتة دي عاملة إزاي، ولمّا بيدخل معاها بقى ميكس الموز يعني بيضرب في الدماغ. حاجة في منتهى، منتهى، منتهى السهولة وفي منتهى الاقتصاد. اقتصادية جدًا، حاجة حلوة من غير أي تكاليف. إن شاء الله يا رب تجربوا الوصفة وتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي لو عجبكم الفيديو. وما تنسوش اللي لسه ما اشتركش مع السفيرة أميرة يشترك وينورني. وأقول لكم إيه، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في فيديو جديد كالعادة حلو وسهل ومفيد. سلام عليكم، باي باي. مساءكم سعادة وهنا ونوتيلا.